السلام عليكم، يا رب تكونوا بخير. في الفيديو ده هنعمل النجرسكو. بجد طعمها خطير، ولمحبين المكرونة والوايت صوص هتعجبكم قوي. طبعا المكونات كلها هكتبها في الديسكريبشن بوكس. هنبدأ بالخضار، نقطعه مكعبات صغيرة. كان عندي فلفل ألوان أحمر وأصفر وأخضر ومشروم، قطعتهم مكعبات. ونبدأ بقى بالفراخ. عندي كان حوالي نص كيلو من صدور الفراخ، قطعتهم مكعبات كبيرة شوية. هنزل في طاسة سخنة بالفراخ، وأول ما تغير اللون هنزل بالتوابل بتاعتها. نزلت فلفل أسود وكاجون وبابريكا مدخنة وملح وسنة من ورق اللورة مع الحبهان المطحونين. وهنقلب كويس قوي، واول ما الفراخ تبدأ ان هي تستوي كده وتغير لونها ونتأكد ان هي استوت، هنشيلها في طبق على جنب، وننزل في نفس الطاسة ببصلاية متوسطة نقطعها جوانح. اول ما البصلاية دي تبدأ تدبل كده ويبدأ لونها يتغير، هننزل عليها ب3 فصوص توم كبار مفرومين. هنبدأ ان احنا نقلبهم، واول ما ريحة التوم تطلع كده هننزل عليه بالمشروم، ونقعد نقلب بقى ونسيبه يستوي. واول ما يستوي المشروم هننزل عليه بالفلفل اللي احنا مقطعينه، وهنقلب كويس قوي. وننزل عليهم بقى بالبهارات بتاعتنا، نفس البهارات يعتبر، بس هنزود عليها ليمونة وصويا صوص. بجد بتفرق قوي في الطعم. واول ما يبدأ ان هو يدخل في سوا، هننزل عليهم بالزيتون الاسود طبعا. وبعد كده هننزل بقى بالفراخ ونديهم تشويحة كلهم مع بعض. وعندي خلاص كده الحشوة بتاعتي استوت. بعد كده هنبدأ نعمل البشاميل بتاعنا. انا استخدمت 3 معالق من الدقيق، عليهم 3 معالق كبار من السمنة. واهم حاجة عشان البشاميل يطلع حلو، لازم الدقيق يبقى عايم في السمنة كده شوية، يعني ما يبقاش الصوص بتاع السمنة والدقيق جامد، لا انا عايزاه يبقى سايل شوية. هنبدأ ان احنا نقلب الدقيق بالسمنة ده لغاية لما نشم ريحة الدقيق طالعة كده. هننزل عليهم بلتر من اللبن. انا استخدمت اللبن مش ساقع، يعني لبن انا كنت سايباه بره. وهبدأ ان انا اقلب، مفيش اي تكتلات هتلاقوها. افضلوا قلبوا قلبوا لغاية ما يبدأ ان هو يغلي شوية. هننزل بالفلفل الاسود وملح وورقة غار وفصين من المستكة، فصين بالظبط ما تكتروش. وبعد كده هنزل عليهم بالكريمة بتاعتي. استخدمت حوالي كوباية كبيرة من الكريمة السايلة. هي طبعا ممكن تستخدموا كله لبن وتستخدموا جبنة كريمي معاها، بس الكريمة فعلا بتفرق. بعد كده افضل اقلبه على النار لغاية ما يوصل للقوام اللي احنا شايفينه ده. يعني لو لقيتوا الصوص بتاع البشاميل بتاعكم تقيل، عادي ممكن نزود مية او لبن. وده اختياري، ان انتوا تزودوا شوية جبنة تشيدر او موتزاريلا، على اساس المطة تبقى في البشاميل كمان. وهنبدأ ان احنا نقلب كويس قوي في البشاميل لغاية ما يوصل للقوام ده، ونطفي عليه. ونبدأ ان احنا نكون الصينية بتاعتنا. في حاجة، وانا بعمل البشاميل كنت بسلق المكرونة على النار في نفس الوقت. فانا اول ما خلصت البشاميل بتاعي كانت المكرونة جاهزة. حطيت ملح في المية، واول ما المية بقت بتغلي نزلت عليها كيس من المكرونة الاسباجيتي. واول ما خدت غلوة كده في المية، حوالي بالظبط 4 أو 5 دقايق، مش اكتر من كده، لان احنا مش عايزاها مستوية اصلا، يعني احنا هي داخلة في سوا، لان هي لسه هتدخل الفرن تكمل السوا بتاعها. فهي حوالي بالظبط 3-4 دقايق، نقفل عليها ونشيلها. بعد كده هبدأ ان انا نكون بقى الصينية بتاعتي. انا حطيت حوالي ربع كمية البشاميل دي في قعر الصينية. وبعد كده خدت حوالي مج كبير قوي من البشاميل ده برضو في كوباية. وبعد كده البشاميل اللي اتبقى نزلت فيه الحشوة بتاعتي. الصينية بتاعتي هتبقى كلها جوسي اصلا.
بالمكرونة في البشاميل والخضار والفراخ، وهقلبهم كويس قوي. شايفين المكرونة عاملة ازاي؟ مش مهرية خالص ولسه هتدخل تكمل سوا. هقلب كويس قوي المكرونة مع البشاميل والخضار، وبعد كده هنزل بيها في الصينية بتاعتي. انا الصينية بتاعتي كانت صغيرة شوية، او الطاجن بتاعي كان صغير شوية، فقسمتهم على 2، طاجن صغير والصينية الكبيرة دي. وبعد كده البشاميل اللي احنا كنا منقصينه في المج بقى هننزل على الوش كده على الصينية والطاجن الصغير. وبعد كده الموتزاريلا بقى بتاعتنا هننزل على الوش كده كلها، هنغطيها كلها وهندخلها الفرن ويكون هو ساخن مسبقا. وهنفتح الشواية بس وندخلها في الرف من تحت خالص، يعني هننزل الشبكة تحت خالص وننزل بقى الصينية بتاعتنا والطاجن بتاعنا، ونسيبها بقى تستوي تاخد الوش برضو. يعني احنا لما هنحطها هنحطها تحت الشواية هتبقى تحت خالص، مش هتاخد الوش على طول، هي تقعد شوية عقبال ما تستوي، وهتاخد الوش بالراحة لغاية ما تكون استوت كلها. شايفين ده شكل النجريسكو بتاعتي؟ بجد طعمها خطير يا جماعة. وشايفين بقى الشدة بتاعت الموتزاريلا اهي، بجد لذيذة جدا وغنية جدا، وطعمها بجد احسن من احسن مطعم. جربوها وقولولي رأيكم، واشوفكم على خير الفيديو الجاي.